شاكك فينا يا عم. شاكك مين يا ديهبل انت؟ ده متأكد. انت شفت رضوان؟ اه يا نور شفناه. حبيبي تعبان بس بقى احسن. حبيب قلبي اللي شافه محدش يتحمله. بقول لك يا نوره، احنا لازم الفتره دي نبقى واقفين جنبه، ماشي؟ يلا حبيبتي اطلعي اطمني عليه. ايه يا رضوان؟ لا لكم حد يسألني سبت المستشفى بدري ليه؟ مصر كلها سألتني السؤال ده. معلش يا رضوان، كأن مصر زادت واحدة. سبت المستشفى ليه بقى؟ الدكتور أصلا كان قايل إنك خطر تخرج دلوقتي. خلاص بقى يا نور. سلامتك يا رضوان. الله يسلمك يا علا. هاشم على فكرة طلع من النيابة. طلع ملوش دعوة بالموضوع. وانت عرفت ازاي؟ فتحي قال لي، وانا كنت حاسس من الاول. مريم فين؟ وديتها لجدها وجدتها. طبعا ما اكلتش حاجة وبتاخد الدواء على معدة فاضية. عايزين نحضر له أكل يا علا وننضف البيت. يلا. ما تتعبوش نفسكم، ملوش لزوم. ماليش نفس الحاجة. طب عشان خاطري. أكل الباشمهندسة يا كبير، مش هتعرف تقاوم. هندوق أكل الباشمهندسة. يلا تعالي. لازم يلبس قضية. وجوده وشكه دول خطر عليكم كلكم. وبعدين ده لما يتأكد هيبقى عامل زي النار اللي لما تلاقي حاجة تمسك فيها. طب ليه قضية؟ ليه؟ ما نخلص منه زي ما أنا كنت مخطط. عشان طلع من المستشفى وفاه واقف على رجله. إنما لما كان بعد العملية أهو نزيف بلا أزرق، كانت مبلوعة. إنما دلوقتي بقت بريحة يتوحة ولها صوت هيسمعوا الخلق كلهم، وهتجر وراها القديم، والكل هيحاسب على الفاتورة. وهنقبض ايه من حبسه؟ هيبقى عملنا كل ده ليه؟ عشان ولا حاجة؟ بداية الكلام إنك هتفضل عايش وبتتنفس. الأول تحموا نفسكم، وبعدين تفكروا إزاي ترجعوا الورث. لو حاطين الورث قدام عينيكم هيزغللها وهتخلوه يكسب. فضل بتتكلم صح. احنا نلبسه مصيبة نلهي بيها وبعدين نشوف هنعمل ايه. وممكن الاتنين يجوا مع بعض، دي في دي. وتيجي ازاي ده يا فتحي؟ هو انت لو عرفت نتيجة ماتش تحب تتفرج عليه؟ لا. يبقى تقعد وتتفرج على الماتش، وانا هوريك ازاي الاتنين يجوا جنب بعض، نلبسه المصيبة وناخد احنا الورث. رأفت عاوز عبير وعبد المحسن. اكلمهم يجوا هنا؟ اكيد لا يا اذكى اخواتك، هنقابلهم بره. وانا كنت جبتهم يا فتحي؟ انا بسألك. اللي في دماغك وصلني يا توح وعجب. اصلي يا ولد. عيب عليك.